بعد فقدان الشغف لأي أعمال مشتقة تخص التحفة الأيقونية في تاريخ التلفزيون مسلسل جيم اوف ثرونز، وده بعد ما نزل مسلسل هاوس اوف ذا دراجون اللي تقدروا تقولوا عليه يا جماعة إن هو مسلسل سيء وفاشل بمعنى الكلمة. مسلسل هاوس اوف ذا دراجون كنت أنا منتظر منه كتير، حاجة تليق بحجم جيم اوف ثرونز، ولكن للأسف أحبطني إحباط رهيب. علشان كده ما كنتش منتظر اي اعمال مشتقه تكون قويه خاصه بمسلسل جيم اوف ثرونز، وده لحد ما نزل السنه دي في 2026 مسلسل نايت اوف ذا سيفن كينجدومز، المسلسل الثاني المشتق لجيم اوف ثرونز. وهكلمكم النهارده وهقول لكم رايي بكل صراحه، هل المسلسل ده عجبني ولا لا، ويستحق المشاهده ولا لا. ولكن حابب ان انا ما اضيعش وقتكم، فللناس اللي مش مشتركين في القناه ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. Amen. So be brave. Be just. مسلسل نايت اوف ذا سيفن كينجدومز هو المسلسل اللي تسبب في حرب تقييمات للمسلسل الاسطوري برضو الايقوني مسلسل بريكنج باد، الحمله اللي شغاله اليومين دول بالتحديد، اللي ملهاش اي مبرر بصراحه يا جماعه، لان بريكنج باد زي ما انتم عارفين هيفضل مسلسل اسطوري بمعنى كلمه. مسلسل نايت اوف ذا سيفن كينجدومز هو مسلسل قصير مكون من 6 حلقات بس، كل حلقه منه نص ساعه. المسلسل ده يا جماعه عمل جدل كبير جدا في السوشيال ميديا كلها اليومين دول. قبل ما ابدا واتكلم عن المسلسل، حابب ان انا اقول لكم ان المسلسل مش مناسب بالكامل للمشاهده العائليه، فحابب ان انا انوه عن بعض المشاهد او الدقائق اللي تقدروا ان انتوا تعدوها، وبعد كده تقدروا ان انتوا تشوفوا المسلسل بالكامل مفيش فيه اي مشكله. عدوا الدقيقة الرابعة في الحلقة الأولى والدقيقة 20 في الحلقة الأولى وأول مشهد في الحلقة الثانية. باستثناء المشاهد دي تقدروا تشوفوا المسلسل بالكامل مفيش فيه أي مشكلة، باستثناء بعض المشاهد الخفيفة كده برضو اللي تقدروا إن انتوا تعدوها في وسط المسلسل، فباستثناء الحاجات دي مفيش فيه أي مشكلة، تقدروا إن انتوا تشوفوها مع عائلتكم وانتم مطمنين. وحابب هنا إن أنا أبدأ بقصة المسلسل. احداث المسلسل هنا بتحصل في عالم ويستروس قبل احداث جيم اوف ثرونز او المسلسل الاصلي ب90 سنه. لكن المره دي الموضوع مش عن حروب ضخمه او صراع عروش، المره دي عن رحله انسانيه مليانه معاني هاديه وهادفه جدا. المحور الاساسي هنا هو فارس بسيط اسمه سير دانكن ذا تول، شاب فقير بيحاول يلاقي مكانه في العالم ويثبت انه يستحق لقب فارس رغم انه ما عندوش نسب عظيم ولا قوه خارقه. في طريقه بيقابل ولد ذكي وغامض اسمه إل، والاتنين بيبدأوا الرحلة مع بعض عبر الممالك السبع. الرحلة دي بتاخدهم لمواقف مختلفة مليانة تحديات وأمور صعبة جدا، وخلال الأحداث بيكتشف جوانب كتير عن المجتمع في ويستروس، من الفرسان والنبلاء لحد الناس العادية. ومع الوقت العلاقة بينهم بتتطور وبتكون واحدة من أجمل الثنائيات في تاريخ الرواية الأصلية A Song of Fire and Ice. الميزة الكبيرة في القصة إنها بتركز على الشرف والضمير أكتر من القوة، بتقدم عالم ويستروس من منظور بسيط وإنساني، فيها مغامرات ودراما بدون تعقيد سياسي ضخم، وبتدي إحساس بحكاية دافئة رغم إن العالم نفسه قاسي جدا. باختصار المسلسل ده بيحكي عن إزاي تكون إنسان كويس وإنسان شريف وسط عالم شرير جدا حواليك. I need to fight honorably. Sometimes I think I buried my courage alongside the old man. And then علشان اكون صريح وواقعي معاكم يا جماعه، ما تتخيلوش عالم كبير بحجم احداث مسلسل جيم اوف ثرونز، لا هنا القصه بسيطه جدا بتخص سير دانكن والطفل اللي انا قلت لكم عليه اللي هو إيج. وطبعا البساطه هنا او الجمال بيكمن في البساطه اللي موجوده في العمل الدرامي التلفزيوني الرهيب ده. ختام موسم اول كان موسم مؤثر عامل زي غروب هادي على ويستروس، دانكن ماشي قدام وإيج جنبه رايحين لحلم جديد لسه بيتولد، والتفاحه الخضراء وراهم رمز لصداقه عمرها ما بتغيب. اتعودنا في قصص السوبر هيروز ان البطل المفروض يكون شخص خارق للطبيعه عنده قدرات مش عاديه، انما السير دانكن قدم تجربه اعمق بكتير من مجرد قدرات خارقه. راجل عادي جدا ما فيهوش اي قدرات ظاهره او خارقه للطبيعه،
لكنه قادر يعمل العظمة نفسها لمجرد ان عنده ضمير حي وتمسك بالحق وصدق نادر، وده في رأيي ملهم اكتر بمراحل من اي بطل خارق. وهنا بيوضح لك ان الناس البسيطة تقدر تغير مصير العالم. عمري ما كنت اتخيل في حياتي ان عمل مكون من 6 حلقات بس، كل حلقة نص ساعة، يطلع بالجودة الرهيبة دي. ولا تخيلت ان قصر المدة ده يطلع ميزة مش عيب. مفيش اي نوع من الحشو، مفيش اي نوع من اللف والدوران اللي بنلاقيه في احداث مسلسلات كتير جدا. كل مشهد محسوب وكل حوار ليه وزن، خصوصا الحلقة الأخيرة اللي أثبتت إن العمل ده اتحفر اسمه كواحد من أهم أعمال التلفزيون في آخر السنين. Want to kill you anyway. As honor deserted the noble houses of Westeros. وسبب قصر الحلقات إن كل حلقة مدتها نص ساعة، الموضوع ده مش عشوائي، الموضوع ده كان مترتب ليه، وصاحب العمل هو اللي صرح ده بنفسه. صاحب العمل إيرا باركر اتسأل عن الموضوع ده وقال الاقتباس ده، قال إن أهم حاجة اكتشفناها إن المسلسل مش لازم يبقى 10 حلقات، إننا نقدم 6 حلقات كان مثالي بالنسبة لينا، وده خلى القصة ما تتمطش وخلانا نقدم اقتباس أمين للعمل الأصلي. وكمان أوضح إن ده كان قريب جدا من رغبة جورج دي مارتن، لأنه كان عايز العمل يفضل وفي للروايات القصيرة بدل إضافة حشو أو خطوط جانبية ملهاش أي لازمة. الحلقة الأخيرة كانت هادية وبسيطة وخفيفة كده على القلب، وكنا فعلا محتاجين الخفة دي، وخصوصا بعد الحلقة الأسطورية اللي عملت جدل كبير جدا في السوشيال ميديا، الحلقة ال5 أو الحلقة اللي قبلها على طول. الحلقة الأخيرة بتكشف تبعات المعركة جوه الشخصيات، وبتقفل الموسم بنهاية تليق بحجمه وبطموحاتنا ليه. حتى المشاهد اللي ما كانتش موجودة في الرواية كانت موجودة في المكان الصح، وخدمت الرواية دراميا بشكل ممتاز وفوق الممتاز كمان. حابب ان انا اكد لكم ان العمل ده ما بيعتمدش على الاستعراض، ولكنه بيعتمد على البناء التدريجي واحترام عقول المشاهدين. عجبني جدا برضو الموسيقى التصويرية اللي احيانا بيحطوا فيها الموسيقى الاساسية الخاصة بعالم جيم اوف ثرونز، اللي حسستني كده بنوع من النوستالجيا للمسلسل الاصلي الاسطوري جيم اوف ثرونز. في مشهد عجبني في الحلقة ال5 الاسطورية لمشهد السير دانك. المشهد ده يفكرك بنفسك، والحياة بتديك كل خبطة والتانية علشان ما تعرفش تقف على رجلك. عجبني جدا خلال المعركة اللي حصلت في الحلقة ال5 الأسطورية، إن خلال الأحداث المخرج حابب جدا إن يورينا المشهد أو المعركة بعيون دانك نفسه أو من منظور دانك نفسه. بيحسسك قد إيه رهبة الموقف وقد إيه كمية التوتر الشديد اللي اتعرض لها دانك تحت الخوذة اللي لابسها أثناء المعركة بمنظوره الشخصي. وده كان يعتبر امتحان لدانك نفسه، هل هو فعلا يستحق يكون فارس ولا لا؟ So, Sir Duncan the Tall. هل هو يستحق فعلا ان هو يمتلك اللقب ده، ولا هو اتحط في موقف اكبر منه شخصيا؟ فكان عاجبني جدا الصراع الداخلي اللي حصل ساعتها، المرتبط بمشاهد الفلاش باك اللي كانت جميلة جدا جدا ومحطوطة في مكانها الصح. اول حلقتين في المسلسل كانت حلقات برتم هادي الى حد ما، تمهيدا للحدث اللي حصل في نهاية الحلقة الثالثة، اللي يعتبر بلوت تويست رهيب جدا، فاجئني جدا، اللي مهد بعد كده للاحداث الصادمة اللي موجودة في تكملة الحلقات، اللي هيخليك ان انت مش قادر تبطل عينك لحد ما تخلص المسلسل كله. دايما بحب الاعمال اللي سحرها في بساطتها، مش محتاجة تعقيد مبالغ فيه، لكنها بتسحبك جواها لدرجة ان كل حلقة تبقى كأنها راحة نفسية، ونتمنى ان هي متخلصش. المسلسل يا جماعة فاق كل التوقعات، وشفنا منه العالم بزاوية تانية وبمنظور مختلف، بعين فارس بسيط بعيدة كل البعد عن الصراعات والسلطة. التركيز هنا كان على الرحلة وعلى العلاقات، وهنا سر جماله وشخصيات تفضل موجودة في الذاكرة طول الوقت، وإحساس إنك قدام هدية متقدمة لكل محبي عالم جيم اوف ثرونز. وطبعا في انتظار رهيب جدا للمسلسل ده الموسم الثاني، اللي المفروض ان هو يتعرض السنة الجاية ان شاء الله. وكان تقييمي للمسلسل ده هو 9 من 10. I could tell you about Sir Duncan the Tall. Those were always your favorites.
حابب جدا ان انا اعرف رايكم عن المسلسل ده لو شفتوه، وما تنسوش طبعا للناس اللي مش مشتركين في القناه ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. كان معاكم محمد العيدي في قناه فيلم على الرايق. سلام عليكم.